بابجي موبايل لعبة متواجدة ما بيننا من زمان جدا، واللعبة دي من إنتاج أقوى شركات العالم في إنتاج الألعاب. ولكن هل يا ترى اللعبة دي زي ما نزلت معانا في الأول هي حاليا؟ ده سؤال هنجاوب عنه في نهاية الحلقة، لكن أنا جاي حاليا عشان أفكرك بشوية حاجات نزلوا معانا في اللعبة دي في الماضي، ولكن مع الوقت للأسف تم حذفهم. ما اعتقدش ان كل اللاعبين اللي حاليا بيلعبوا ببجي هيكونوا عارفين الحاجات اللي نزلت وتم حذفها، لكن اللاعبين اللي هيكونوا عارفينها هم لاعبين قليلين جدا، واللي هم كانوا بيلعبوا معانا من السيزونات القديمه زي السيزون 5 والسيزون 4. للاسف انا مش كنت بلعب في الوقت ده، لكن قدرت ان اسمع عن الحاجات دي لاني بادئ العب تقريبا في السيزون 13. على اي حال، يلا بينا نبدا نسترجع الماضي الجميل بتاعنا مع لعبه ببجي موبايل، ونبدا باول حاجه. اول حاجه دي بقى كلنا حبيناها، واكيد محدش مننا يقدر ينكر الكلام ده، لان طبعا اللاعبين اللي كانوا متواجدين في وقت حدوثها كلهم اعجبوا بالحاجه دي وحبوها. طبعا دي حاجه حلوه جدا، وهي حدث الفراخ. حد منكم متذكر الحدث اللي كان بينزل معانا في خريطه فيكن دي؟ الحدث ده صراحه كان حلو جدا، ويعني حظى باعجاب كتير جدا من الناس في اللعبه. لما كنت بتلعب كده في خريطه فيكن دي، كنت دايما لما تروح عند البيوت اللي هي معموله من الخشب دي، اللي اسطحها بتكون من الخشب، كنت ممكن تلاقي حواليها في فراخ، وهي كأن الناس اللي قاعده في البيوت دي بتربيها. وده صراحه كان حاجه واقعيه جدا من لعبه ببجي موبايل، لان ببجي زمان اصلا كانت بتدور على الواقعيه اكتر من حوار اللعب زي التحديثات اللي نزلت قريب دي. اظن طبعا دي مش نفس الحاجات اللي كانت ببجي بتنزلها زمان، وزي ما احنا كنا متعودين منها في السيزون 8 والسيزون 9 والسيزونات القديمه اللي احنا عارفينها دي. صراحة أنا عن نفسي برضو كنت حابب حوار الفراخ اللي كانت بتنزل معانا في خريطة فيكن دي ده جدا، ولما برضو شفت الكلام ده على اليوتيوب لقيت نفس اللاعبين بيتكلموا عن الموضوع ده، وبيقولوا لي برضو إن هم حبوا الكلام ده وكانوا معجبين بيه جدا. ما عنديش برضو معلومات كافية عن إن تم حذف التحديث ده أو لا، ولكن على حسب ما أعتقد إنه ما تمش حذفه أو تم حذفه، لأن برضو في ناس بتقول إحنا بنقدر نشوف الفراخ دي في الجيم، وفي ناس تانية بتقول إحنا لا ما بنشوفهاش وتم حذف التحديث وما عادش بينزل. المهم صراحة إنه كان تحديث جميل جدا، وكمان كلنا حبيناه ونفسنا انه يرجع تاني، واتمنى ان ببجي موبايل تنزله تاني. تمام، ولحد هنا كده خلصنا اول حاجه معانا في الحلقه، ويلا بينا نخش على تاني حاجه معانا، واللي هي تكتيكات كانت موجوده في الاسلحه. ما اعتقدش ان كل اللاعبين اللي حاليا بيسمعوني هم هيكونوا فاكرينها، ولكن هي حاجات برضو كانت يعني حاجه غريبه جدا بالنسبه للاعبين الحاليين. هل انت كنت متذكر في يوم من الايام لما كان ممكن انك تركب سكوب 8 على الام 4 وعلى الاي كي ام؟ صراحة كانت حاجة جامدة جدا، وايوه زي ما سمعت كده كنت ممكن تركب سكوب 8 فعلا على الاي كي ام وعلى الام 4. وطبعا الكلام ده ما حصلش من قريب، ده الكلام ده حدث تقريبا من بدايات اللعبه، يعني ما تتوقعش انه كان مثلا نازل من تحديث او اتنين، لا ده كان نازل من زمان جدا. كنت ممكن فعلا انك تركب سكوب 8 على الام 4 وعلى الاي كي ام، وصراحه دي كانت حاجه حلوه جدا بالنسبه للناس اللي بيحبوا كامبرو. طبعا انا ماليش دعوه بيكم، تمام؟ انا عن نفسي بنزل الجيم بتقتل وانا في الباراشوت. تمام. فكان الكلام ده زمان جدا، وكان مفيد بالنسبه للناس اللي بتحب انها يعني بتحب القنص في اللعبه اكتر من الهجوم وكده يعني. فكان ممكن يصيب بيه اعداء من مسافات بعيده جدا، هيت شوت كمان، واصابات يعني قويه جدا، كانه بيستخدم سلاح قناص بالظبط. وكان رصاص الهيت شوت زمان غير رصاص الهيت شوت دلوقتي تقريبا، هو اتغير. كان مثلا لو كان اصاب حد بالايه كده وهو مركب عليه سكوب 8 من مسافه بعيده، كان ممكن يوقعه نوك برصاصه واحده. ودي طبعا معلومه انا مش واثق منها، ولكن تقريبا دي الاغلبيه العظمى كانت بتقول المعلومه دي. ومعانا برضو حاجة تانية أكد لكم بيها، إن بابجي كانت في البدايات بتاعتها بتدور على الواقعية فقط. يعني بابجي عمرها ما كانت بتدور في السيزونات القديمة على اللعب زي ما قلت لكم. تعال أثبت لكم كده بإثبات بسيط. هل أنت متذكر سلاح اليو ام بي لما كان بيستعمل الرصاص الأصفر؟ اظن طبعا دي معلومه مش كل الناس هتكون فاكراها، طبعا اللاعبين بس اللي بيلعبوا من سيزونات 7 وكده، يعني اللاعبين دي هيكونوا متذكرينها كويس جدا. بابجي فعلا كانت في البدايات بتستخدم رصاص اصفر لسلاح اليو ام بي، يعني هو ما بداش انه يستخدم رصاص اصفر من اول ما نزل، ولكن بعد ما نزل بشويه تقريبا كانوا رصاص ابيض تقريبا، وبعد كده حولوه لرصاص اصفر. وبرده على حسب ما اتوقع ان هم عملوا كده لزياده نسبه الواقعيه في اللعبه. وبرضه في شويه حاجات تانيين عن الاسلحه ما اظنش ان كلكم هتكونوا فاكرينها. مين كان مننا فاكر لما كنا ما بنلاقيش السلاح اللي هو البكيسي ده في الاماكن العاديه على الارض مثلا، او في اي مكان ممكن تلاقي فيه لوت يعني؟ كان زمان كنا بنلاقي سلاح البكيسي ده في دروبات الجو، لما كان بينزل اير دروب كنت ممكن تفتحه وتلاقي فيه سلاح البكيسي. وكمان كان في سلاح تاني ما كناش بنلاقيه على الارض، ولكن حاليا عادي جدا بنلاقيه على الارض زيه زي البكيسي، هو سلاح الام 24.
الام 24 ده صراحه سلاح جامد جدا، وسلاح كان بيقدر زمان بطريقه غريبه. يعني كان سلاح اللي كان حد بيشوفه اللي هو زي الام 24 ده هو كان الاوم. يعني كان فعلا بيضاهي الاوم بمعنى الكلمه، لو كان حد لقاه كان كانه لقى اوم بالظبط. فكان دايما بتلاقيه برضه في الاير دروب، ما كنتش بتلاقيه على الارض. كنت لما بتفتح الاسقاط الجوي ده كنت ممكن تلاقي فيه سلاح الام 24، واحيانا كان بينزل لك معاه سكوب 8. تمام، لحد هنا كده خلصنا الاجزاء اللي موجوده معانا في الاسلحه بالنسبه للعبه ببجي موبايل. نخش على تاني حاجه معانا اللي هي حاجات كانت موجوده في الخرائط نفسها، زي مثلا خريطه ليفك وخريطه ايرنجل. الخريطتين دول حدث فيهم بعض التحديثات برضو اللي فيه كتير جدا من اللاعبين ما حبهاش، واللي ده شخصيا انا بنفسي ما حبيتش الكلام ده. وبرضه كمان حصل في ليفك بعض التحديثات اللي كتير جدا من اللاعبين ما حبوهاش وبطلوا يلعبوا ليفك بسببها، ولكن ما زال في ناس برضه مهتمه بالخريطه بعد التحديث. تعالوا نخش على اول خريطه معانا واللي هي ايرنجل. حد منكم متذكر خريطه ايرنجل القديمه؟ هسيبك تفكر ثواني ورد عليا. طبعا انا ما اعتقدش انك متذكرها بالكامل، ولكن تعالى انا اقول لك كان ايه اللي اتغير فيها. اول حاجه واللي كانت صراحه مصدر للغضب الشديد لمعظم لاعبين ببجي موبايل وهي سكول. سكول طبعا زي ما انت سامع بالظبط كده تم تغييرها وتم تعديل فيها حاجات كتير جدا بالنسبه لزمان. وصراحه انا في رايي ان سكول زمان كانت افضل. سكول في الاول كانت باللون تقريبا الاصفر، وكانت بالكامل لونها اصفر على حسب ما اتذكر. وطبعا انا مش متاكد من ان كل اللاعبين اتضايقوا بسبب تغيير بعض الحاجات في سكول او كده، لان انا عن نفسي متضايق برضو بسبب كده. فمش متاكد انكم كلكم اصلا حابين كده او لا، ولكن على حسب ما شفت على اليوتيوب ان كل الناس بتطالب بان سكول اصلا ترجع زي ما كانت في الاول. وطبعا الناس اللي شافتها زي الاول هي اكيد حباها برضو انها ترجع زي ما كانت بالظبط. اما المكان التاني اللي موجود معانا في خريطة ايرنجل اللي هو الحاويات، طبعا المكان ده ما حصلش فيه اي تحديثات تقريبا، ولكن انا حبيت اذكرك بالماضي بتاعك في لعبة ببجي مع الحاويات. طبعا في الموسم 4 و5 وفيما قبل برضو كان مكان الحاويات ده كان اكتر مكان مشهور في لعبة ببجي. حرفيا كنت ممكن تلاقي اكتر من 50 مظلة فوقك لو انت قررت ان انت تنزل مكان الحاويات. الناس كانت بتكون فوق بعضها بمعنى الكلمة، ولكن مع الوقت بقى مع نزول التحديثات التانية مناطق التحديث واللي هي الحاجات اللي ببجي بتضيفها في الخريطه عشان مثلا تحديث معين او حاجه زي كده، بدات الناس انها ما تهتمش لا بسكول او حتى الحاويات. ولكن صراحه اسال الناس اللي بتلعب بقالها فتره هيقول لك الحاويات دي كانت اكتر مكان مشهور في لعبه ببجي، وكان اغلبيه اللاعبين بينزلوا فيه، حتى لو هم عارفين انهم هيموتوا كانوا برضو بينزلوا فيه حبا في المكان مش اكتر. طبعا هو ما حصلش فيه اي تحديثات، ولكن انا حبيت افكرك بالماضي القديم الجميل بتاعنا في لعبه ببجي موبايل. تاني خريطة معانا في الحلقة واللي هي ليفك، وطبعا زي ما قلنا لكم كده ليفك حصل فيها تغييرات كتير جدا، منها تغييرات اللاعبين كانوا متضايقين لاجل حدوثها، زي مثلا اضافة مدينة الذكاء الاصطناعي وان هم حذفوا الحاجات اللي كانت موجودة مكانها. العديد من اللاعبين كانوا متعودين على ليفك قبل التحديث وقبل اضافه مناطق الذكاء الاصطناعي. كان في طبعا حاجات كتير جدا تم حذفها من قبل شركه ببجي، وطبعا انا مش عارف ده مقابل ايه مثلا، ده ما كانتش حاجه واقعيه، دي اظن كانت تحديثات بسيطه من اللعبه علشان تزود مثلا من الاثاره والمتعه في لعبه ببجي موبايل. ولكن الاغلبيه العظمى مننا يعني اللاعبين القدامى هم كرهوا الحاجه دي وما حبوهاش اطلاقا، وبيطالبوا برضه انها ترجع زي الاول. دي كان بالنسبه لخريطه ليفك واللي حصل فيها. طبعا مش كل حاجه اتغيرت في خريطه ليفك، لكن برضه هي ما بقتش زي الاول، زي ما ايرنجل برضه ما بقتش زي الاول. وطبعا طلب اللاعبين اللي قدامى حاليا هو ان كل حاجه ترجع زي ما كانت بالظبط. ولحد هنا نكون ذكرنا كل ذكريات ببجي موبايل اللي كنا حابينها ومستمتعين بيها، واتمنى نكون ذكرناها كلها ومش معظمها. ولحد هنا تمام انتهت حلقتنا. لو كانت عجباك الحلقة دي او السلسلة دي فاتمنى منك بس انك تعرفني بكده علشان اعمل لك حاجات تانية زيها، واشوف لك حاجات قديمة نزلت معانا في اللعبة وارجع اقول لك عليها ونستمتع بذكرياتها مع بعض. شكرا للمتابعة، شكرا لاهتمامك، ولحد هنا سلام.